هي الفرحة فين؟ When you grow up, what do you want to be? happy. بس كفايه فرحه لحد كده، بس خلاص. ماله ناصر ام رفاعي؟ ما ملناش نفرح يا سيدي. قولي حاسس بايه؟ في الفترة الأخيرة انتشر ميمز على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكلها كانت بتتكلم عن ميمز عن الفرح، وإن هم أصبحوا بيعانوا أغلب الوقت من الحزن، وإن هم ما عندهمش سعادة، كأن الفرحة بتطردهم. فهل الميمز دي حقيقية والناس بتتكلم عنها مش بهدف الهزار، بل بهدف إخراج الحاجة اللي جواهم أو الحاجة اللي حاسين بيها؟ في الحقيقة إن الدراسات أثبتت إن الكلام ده حقيقي فعلا، لأن الجيل بتاعنا هو واحد من أكتر الأجيال اللي بتعاني من الحزن والكآبة. واشتمك وترجع تاني وتحلف بامك مش هتتصل وترجع تتصل تاني. ما عندكش كرامه يا اخي، خلي عندي بنتين امك كرامه بقى يا اخي. تخص على الاشكال الوسخه دي. لو رجعت بالزمن 40 أو 50 سنة ورا وسألت جيل أهالينا وأجدادنا أخبار حياتكم إيه؟ غالبا الإجابة هتكون الحمد لله عايشين وبنسعى. أي نعم الحروب كانت شديدة، الأكل كان على قد الإيد، والرفاهيات كانت بدائية بل ومعدومة كمان، بس الكلمات كانت ماشي والبال كان راعي. طيب تعالى نرجع للزمن الحالي. إحنا بنعيش في أكتر عصر في تاريخ البشرية في رفاهية، المعلومات تحت إيدك في ثانية، الأكل بيجيلك لحد باب البيت بضغطة زرار، المروحة والتكييف والطيارات والمستشفيات الحديث وغيرها من الوسائل اللي سهلت على حياتنا بشكل كبير جدا. ومع ذلك احنا رسميا اكتر جيل بيعاني من الحزن والقلق والاكتئاب. فتخيل ان منظمة الصحة العالمية والجمعية الامريكية لعلم النفس بيأكدوا ان نسبة القلق والاكتئاب عند الشباب والمراهقين في العشر سنين الاخيرة زادت بنسبة بتتجاوز 70% مقارنة باي جيل فات. طب ليه؟ وازاي ده حصل؟ وازاي احنا اكتر جيل اتوفر له وسائل وامكانيات جبارة ما توفرتش لاي جيل قبلينا، لكن بالرغم من كده بنعاني من كل المشكلات دي؟ هل احنا جيل دلوع وشبعان ومش مقدر النعمة زي ما اهالينا اوقات بيقولوا، ولا احنا فعلا بنواجه وحش ناعم والاجيال اللي فاتت ما تعرفش عنه اي حاجة؟ فهات كوباية الشاي او القهوة بتاعتك وتعالى نفكك الشفرة النفسية والعلمية لمشكلة جيلنا باسلوب علمي. عشان نفهم اللغز ده لازم نتعرف على عالم الاجتماع والمؤلف الامريكي جريج، صاحب كتاب مفارقة التقدم. جريج طرح سؤال عبقري: ليه كل ما الحياة المادية للمجتمعات بتتحسن مستويات السعادة بتنحدر؟ السر بيكمن في حاجة اسمها المقارنة المفتوح. زمان جيل اجدادك لما كان يحب يقارن نفسه كان بيقارن نفسه بمين؟ بجاره اللي في الشارع او قريبه اللي في نفس قريته او بزميله اللي في الشغل. يعني دائرة المقارنة بتاعته كانت محصورة في 20 او 30 شخص بالكتير، وكلهم تقريبا من نفس الطبقة ونفس الظروف. لكن النهارده انت بتقارن نفسك ب8 مليار بني ادم مفتوحين قدامك على شاشه موبايل. انت بتصحى الصبح من النوم بتفتح انستجرام او تيك توك، بتشوف ابن جيلك اللي في امريكا اشترى عربيه احلامه وعنده 22 سنه، واحد تاني مسافر مخيم في جبال سويسرا، وواحده تانيه بتعرض اسلوب حياتها الفريد اللي مليان في مطاعم فخمه ما تقدرش انت تخشها اصلا، وشخص ثالث اتجوز، وشخص رابع اشترى اغلى تليفون، وشخص خامس وشخص سادس، وهكذا وهكذا، وكلهم لا انت تعرفهم ولا هم يعرفوك اصلا. دماغك اللي اتطور على مدار آلاف السنين عشان يتعامل مع مجتمعات صغيرة بيحصل لسه ثرة واستفزاز مستمر. العقل الباطن مش هيفهم ان دي لقطات مجتازة ومفلترة من حياة الناس، او حتى هيعرف ان الناس دي اصلا ممكن تكون بتمثل. الحاجات اللي هي اشتريتها دي هي ما اشتريتهاش اصلا، لكن هي مجرد بتعمل بيها شو عشان خاطر المشاهدات، وفي منهم كتير جدا. لكن عقلك عمره ما هيفهم النقطة دي، لان هو شايف الحاج وشايف العربيات وشايف البيوت. فهو بالنسبه له العقل بيترجم ده الاشاره واحده بس: انا متاخر، انا فاشل، انا حظي سيء، انا ليه ما بقتش اغنى شخص، انا ليه ما بقتش عندي عربيات زي الشخص ده، انا ليه ما سافرتش الدوله دي، انا ليه ما بعملش سياحه في مكان معين. وتفضل دايره المقارنه ما بين ناس من كل انحاء العالم. وهنا بنقع في اول وهم سبب للاكتئاب الحديث: شعور العجز الناتج عن المقارنه المستمره. نخش شوية بقى جوه دماغتنا ونشوف ايه اللي بيحصل جوه الجهاز العصبي، وهل ده فعلا بيأثر على حياتنا وبيخلينا أكثر حزنا وأكثر عرضة للاكتئاب. عالم النفس الشهير جان تونويجي، أستاذ علم النفس في جامعة سان دييغو، ألف كتاب مرجعي مهم جدا، والكتاب ده مهمته انه بيدرس سلوكيات الاجيال من سنة 1930 لحد النهارده. اكتشف نقطة التحول المرعب واللي حصلت بالتحديد من فترة 2012 ل 2015. ده كمان هو الكتاب ده كان اخره 2015، ما وصلش للفجوة الكبرى اللي ما بعد 2019. في الفترة دي بالذات نسبة امتلاك الهواتف الذكية عدت ل 50% بين الشباب، وفي نفس الفترة دي بالظبط منحنى السعادة والرضاء النفسي هبط لأدنى مستوياته في التاريخ، ومنحنى الشعور بالوحدة والاكتئاب الطارئ بقى في السحاب. طب ليه؟ واحنا مش متصلين ببعض طول اليوم عبر الواتساب والميديا، والموضوع بقى سهل جدا ان انا اتكلم مع اي حد في العالم ده من غير اصلا ما اروح له ولا هو يجيني.
الحياة العلمية المريرة بتقول إن الاتصال الرقمي ليس بديلا عن التواصل البشري الحقيقي. جسم الإنسان مصمم بيولوجيا إن هو يحتاج تواصل جسدي وجه لوجه. لما بتقعد مثلا مع صاحبك وتتكلم وتهزر، عينك تيجي في عينيه وبتسلم عليه، جسمك بيفرز هرمون اسمه الأكسيتوسين، وده هرمون الأمن والارتباط والثقة بالنفس، وبيقلل فورا من هرمون الكورتيزول هرمون التوتر. لأن الإنسان بطبيعته هو كائن اجتماعي ولازم يتفاعل مع البيئة بتاعته اجتماعية، يشوفهم ويشوفوه، يتكلم معاهم ويهزر معاهم ويتمشى معاهم ويلعب كمان معاهم، لأن هو بيحتاج الحاجات دي علشان دي هي الفطرة الطبيعية بتاعته. إنما المحادثات والريلز والميمز دي بتديك إحساس مزيف بالتواجد، لكن جهازك العصبي مش بياخد جرعة الأكسوسين الحقيقية. والنتيجة هنا إن أنت محاط ب5000 صديق على الفيسبوك، بس لما بتقفل الشاشة بالليل بتحس بوحدة قاتلة وكأنك عايش في كوكب مهوب. قالها عالم الاجتماع بومين في كتابه الحياة والسيادة. في العالم الرقمي العلاقات أصبحت سهلة التفكيك والتركيب، أصبحت بضاعة، ولهذا فقدت عمقها والأمان الذي تقدمه للروح البشرية. في سبب ثالث ومهم جدا وعميق جدا بيخلي جيلنا بيعاني من حاجة اسمها عبء الاختيار أو شلل الخيارات. زمان جيل أهلنا كان قدامه مسارات محددة وواضحة الحياة، تتخرج، تشتغل في التخصص بتاعك، تتجوز وتبني حياتك خطوة بخطوة. يعني موضوع آمن وطريق مفيهوش أي غموض، ويعتبر طريق سهل وبسيط وواضح للشخص. فالخيارات كانت محدودة، وده كان بيدي نوع من الاستقرار والهدوء الذهني. لكن النهاردة انت قدام آلاف الكليات ومئات المجالات والكورسات الأونلاين وطرق شغل من البيت ومجالات صناعة محتوى وسفر. العالم بيقولك طول الوقت انت تقدر تكون أي حاجة، كل الطرق مفتوحة قدامك. لكن الجملة دي في ظاهرها شكلها مبهج وجميل، لكن في علم النفس ده جحيم مشكل، بمعنى انه فتح لك مليون وألف طريق وانت في نفس الوقت مش عارف تروح في المجال ده ولا تروح في المجال ده ولا تعمل ايه بالظبط. في نفس الوقت لما تخش في مجال تشوف مجال تاني شخص متفوق فيك وقدر منه يجيب فلوس ويحسن حياته أسرع بكتير من المجال اللي انت فيه، فتغير للمجال ده، فتشوف شخص تاني، فتخش في دوامة تاني وتالت ورابع وهكذا وهكذا وهكذا. فانت بتعد واحد من أكتر الأجيال المشتتة في التاريخ بسبب كتر الخيارات اللي الناس أصلا بتحسدك عليها. عالم باري في كتابه الشهير مفارقة الاختيار أثبت إن كتر الاختيارات دي مش بتخلي الإنسان سعيد. كتر الخيارات بتعمل حاجتين: رقم واحد وهي شلل القرارات، تخليك متردد وطوال الوقت خايف تختار الطريق يطلع غلط. رقم 2 عذاب الندم المستمر، حتى لو بتختار طريق وتنجح فيه بتفضل طول الوقت تقول طب لو انا كنت اخترت السكة التانية كان زماني احسن. جيلنا عايش في حالة قلق دائم من انه يفوت الفرصة او انه ما يحققش اقصى امكانياته، فالضغط ده بيخلي جهازك العصبي دايما في حالة المواجهة او الهروب، كأنك بتجري في سباق ملوش خط نهاية. وبصراحة مين فينا مش بيحس انه بيجري طوال اليوم ومع ذلك حاسس انه واقف في مكان؟ عالم النفس الشهير فيكتور فرانكل صاحب كتاب الإنسان يبحث عن المعنى، وهو طبيب نفسي عاش أهوال المعتقلات في الحرب العالمية الثانية، خرج بجملة واحدة خلدها التاريخ: الإنسان يستطيع أن يتحمل أي معاناة في الحياة بشرط أن يمتلك سببا ومعنى يعيش من أجله. الأجيال اللي فاتت رغم الفقر والحروب والظروف القاسية كان عندها معنى واضح، كان عندهم قضية كبرى بيحاربوا عشانها، عائلة وأسر لازم يتكفلوا بيها، إيمان وتكافل اجتماعي يربطهم بشكل كبير جدا. كان المعنى عندهم خارجي وأكبر من أفراده، لكن حاليا أنت الأساس نفسه اللي هو الأسرة عشان تكونه فأنت مش عارف تكونه أصلا، وده بسبب الأرقام المهولة اللي بتدفع حاليا في الجوازات. والحاجة التانية وهي إن إحنا أصلا بقينا جيل فاشل عاطفيا. لكن في عصرنا الحالي الثقافة الاستهلاكية جرت الإنسان من المعاني العليا. بقت الثقافة الموجهة لينا هي متع نفسك، اشتري الماركة دي، سافر المكان ده، ركز على نفسك وبس. ولما الإنسان يركز على نفسه بس ويبعد عن المعنى الحقيقي زي العيلة، مساعدة الآخرين، العبادة، قضايا نبيلة بيخدمها، بيحصل حاجة اسمها الفراغ الوجودي. الفراغ ده هو اللي بيملي الحزن المفاجئ، شعور اللا جدوى، والإحساس بإنك مهما عملت في أي حاجة فيها حاجة ناقصة مش عارف توصل لها. والحقيقة بنشوف ناس برغم نجاحاتهم وقدراتهم الجبارة اللي قدروا يوصلوا لها، لكن بنلاقيهم أكتر ناس حزينة وأكتر ناس معرضة للاكتئاب. وده موضوع غريب جدا، لكن الحقيقة هو ولا غريب ولا حاجة، لأن الإنسان ده اتبنى على أساس الأنانية، أنا النفسي وبس. فبعد سنين طويلة بيكتشف إن هو عمل كارثة كبير وساب أهم حاجة ربنا عطاها للإنسان، ألا وهي الأسرة. الأسرة من أهم الأسس والحاجات اللي تبني عليها نفسك، مش بس تبني لنفسك بل تبني لنفسك ولأحفادك ولأولادك. في فيلم العراب شفنا فيه كورليون، وان الراجل ده ازاي كان دهي وفي نفس الوقت كان واحد من اكبر المجرمين في تاريخ امريكا كلها، واحد من اكبر زعماء المافيا كلها. لكن في نفس الوقت بتلاقي الراجل ده بيربط ربط شديد ومرعب جدا بعيلته، وان هو كان بيحب عيلته اكتر من نفسه.
عشان كده فيتو كورليوني قدر يوصل للمكانة اللي هو فيها، والعيلة كانت هي السبب الوحيد اللي خلى كورليوني يكون واحد من أذكى وأكبر الشخصيات الإجرامية في تاريخ السينما. الحقيقة إن إحنا مش جيل ضعيف، إحنا جيل اتفرض عليه يتعامل مع كمية مشتتات وعزلة وضغوطات نفسية معقدة جدا، لم يتم تجهيز العقل البشري بيولوجيا للحاجة دي. فإن أنت بتقعد على التليفون، أنت بتحارب شركات ثرواتها مليارات الدولارات وبتصرف كل سنة تريليونات الدولارات عشان خاطر تفضل وقت أكبر على الهاتف. طبعا دلوقتي بتقولوا وبعدين احنا هنفرح امتى؟ الفرحة هتيجي امتى؟ قول لنا ازاي نفرح بعد ما انت شرحت كل الاسباب اللي خلتنا بقينا جيل تعيس. الحقيقة ان لازم اتكلم عن النقطة دي، الا وهي ازاي هنفرح. طيب بعد ما فهمنا التشخيص العلمي لمشكلتنا، هل نستسلم ونقول خلاص احنا الجيل المكسور؟ اكيد لا. العلم اللي شخص المشكلة هو نفسه اللي بيديك الحلول العلمية عشان تسترد سلامتك النفسية. وعشان نخرج من الفخ ده في 3 خطوات أساسية لازم تبدأ تطبقهم من النهاردة، مش من بكرة، كفاية تعفن دماغ. رقم 1 تقليل دائرة المقارنة. وقبل ما اشرح النقطة دي لازم نفهم ان المقارنة ما هي الا دمار نفسي وعقلي للإنسان، لأن احنا للأسف الشديد اتربينا على المقارنة، بنتقارن بالناس تانية قد تكون الناس دي قدراتها أو إمكانياتها أحسن مننا، بل وقد تكون كمان ظروفهم وبيئتهم أحسن مننا، لكن بنفتكر إن المقارنة دي هي اللي هتعمل الفجوة الحقيقية، لكن الحقيقة إنها بتخلق عقدة نقص ومشكلة كبيرة في الإنسان. فاقفل البيئة اللي بتصدر لك العكس. تطبيقات التواصل مش لازم تمسحها، بس حط لها حد. استخدم برنامج يحدد لك ساعتين أو ساعة بس في اليوم. وأهم قاعدة لازم تطبقها إن أول نص ساعة بعد ما تصحى من النوم ممنوع تفتح السوشيال ميديا، وده التطبيق اللي هيساعدك إن أنت تقفل تطبيقات السوشيال ميديا طوال اليوم. وده مش إعلان إيه؟ مين اللي هيعمل لي إعلان؟ أنا عندي 500 مشترك. المهم يعني. رقم 2 الاستثمار في العلاقات الحقيقية. بدل ما تبعت 50 مسج على الواتساب، انزل اقعد مع أصحابك ساعة على القهوة أو في او اتمشى شويه. سيب الموبايل في جيبك وبص في عين اللي بيتكلم. رجع لجسدك الجرعات الطبيعيه اللي محتاجها عشان يهد. رقم 3 البحث عن المعنى وليس المتعه اللحظيه. المتعه بتطير في لحظتها وتديك هبوط بعدها، اما المعنى فهو اللي بيفضل. هذا في نظري حالة باطنية جوانية قلبية. السعادة هي حالة صلح بين الإنسان وبين نفسه، بين الإنسان وبين الآخرين، بين الإنسان وبين الله. ودي حالة لا يمكن أن يؤتاها الإنسان إلا بصفائية من جوه هنا، صفائية في النية وفي العقل وفي القلب وفي الفعل وفي اليد وفي اللسان. والصفائية دي عشان يحصلها الإنسان برضو لا يمكن إلا إذا وظف وجوده كله في الخير، عقله وقلبه وصحته وماله وفلوسه دور على حاجة أكبر منك، ساعد حد محتاج، شيل مسؤولية في بيتك، علم مهارة تفيدك أو تفيد بها غيرك، ودي مهمة جدا. وقرب من ربنا، دي أكتر حاجة وأحسن حاجة أقدر أنصحها لك. لما حياتك يبقى لها معنى وفايدة للغير، الاكتئاب القائم على الفراغ بيختفي لوحده. مش بس الاكتئاب، بل الحزن والفرحة نفسها. السبب الرئيسي في مشكلتنا السوشيال ميديا، السبب الرئيسي في تدمير حياتنا هي الهواتف والتطبيقات، لأن هي بتستنزف عقلك وبتستنزف عاطفك وبتستنزف حياتك أصلا. وفي النهاية افتكر انك مش لوحدك، اللي بتحس بيه ده بيحس بيه الملايين من ابناء جيلك بل المليارات، حاسين بنفس الشعور وبنفس التقل اللي بقى عنده. الاعتراف بالمشكلة هو اول طريق للعلاج، وانت مش جيل ضعيف، انت جيل بيتحارب في معركة ناعمة جدا ومحتاج اسلحة وعي مختلفة تماما عن كل اللي احنا شفناه في السنين اللي فاتت. الحرب هنا هي مش معركة زي الحروب اللي احنا كنا بنشوفها زمان، الحرب هنا هي حروب عقلية ونفسية. حكمة ربك التاريخ الناري والزكاة عن صحتي سيدنا كان ولدي السبب كيفاني كبر في كل دراش كالجيت طلع عما على إريسك حتى أي حتى ما لقيتش حد في ستي زين أنا قلت لي ما أعرفش ناوي سمعت العالم يوم دعوت. فلو الفيديو ده لمس حاجة جواك وفهمك سر المشاعر اللي بتعدي بيها، فما تنساش تدوس لايك واشتراك، ده هيوصل لغيرك اللي محتاج يسمع الكلام ده، لأن للأسف أغلبنا حاليا بنعاني من نفس المشكلة، الحزن والاكتئاب. وفي النهاية السعادة بتيجي منك انت، لازم تكون سعيد حتى لو كنت حزين، لأن الحزن عمره ما هيفيدك بأي حاجة، بالعكس بل هو ممكن يدمرك. ولو الفيديو ده عجبك فشاركه مع أكتر صاحب ليك حاسس إن هو مضغوط أو نفسيته تعبان، يمكن الفيديو ده يخرجوا من اللي هو فيه. واكتب لي في التعليقات، هل فعلا الجيل بتاعنا هو اكتر جيل حزين، ولا ده مجرد ميمز والموضوع كبر شوية وهيعدي؟ واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. خليك واعي بدماغك. سلام.